الوداد المغربي يستعين بعمر السومة قبل مواجهة يوفنتوس الإيطالي في مباراة الوداد الأولى في كأس العالم للأندية، كانت أمام مانشستر سيتي وانتهت بخسارة الفريق بهدفين مقابل لا شيء، وكان السبب الأول هو عدم إنهاء هجمات الفريق بشكل صحيح أمام المرمى. ولكن قد حلت المشكلة، لأن عمر السومة بات الآن في كتيبة الوداد، المهاجم الأشهر والأقوى على الإطلاق في تاريخ الكرة الآسيوية والعربية. هو هداف الدوري السعودي التاريخي، وأيضا الهداف التاريخي لقارة آسيا، وهو أكثر لاعب عربي في التاريخ تسجيلا للاهداف، نادرا ما يخطئ الشباك، يسدد بسرعه الصاروخ ولا يمكن ايقاف على لاعبي فريق الوداد تسليم الكره لعمر السومة في منطقه يسقط فيها التسديد، وسيتاهلون الى الدور القادم بلا نقاش. في رايي هي الصفقه الافضل لكل الفرق العربيه المشاركه في كاس العالم للانديه. ماذا عنك؟ هل ترى ان عمر السومة سينجح مع الوداد المغربي ام انه قد تقدم في العمر ولن يفعل شيء معه؟ اترك لنا رايك في التعليقات والى اللقاء.